وصفة النهاردة من لبنان اسمها الخيارية. أكلة سهلة جدا وطعمها تحفة. أنا هقول بسم الله على طول في الوصفة. عندي هنا معلقة زيت على سمنة، فيهم فصين مستكة بس هسيبهم يقدحوا شوية. عندي كوسة هنا متقطعة شرايح بالمنظر دوت زي ما انتوا شايفينها. هنزل بيها كده تاخد تشويحة، عايزاها تاخد لون ذهبي من كل الجناب. بعد ما خدت اللون الذهبي دوت، هو ده اللون اللي انا عايزاه. انا هنشيلها من الطاسة. في نفس الطاسة هنزل ببصلة كبيرة مبشورة عليها رشة فلفل اسود، هسيبهم بس كده ياخدوا تشويحة مع بعض. البصلة خدت عندي لون دهبي فاتح، هنزل باللحمة المفرومة اقلبهم مع بعض. المنكهات اللي عندي فلفل اسود وحبهان ورشة جوز الطيب وكزبرة صيني، والملح طبعا حسب الرغبة. عند ما اللحمة المفرومة اتعصجت عندي هنزل عليها بالكوسة، اديهم تقليبه بس اخلي بالي عشان الكوسة ما تتهريش، وارفعها من على النار. بقى الصوص هنحطه على الكوسة واللحمة المفرومة. عندي هنا زبادي، طبعا الكمية تقديرية حسب احتياجك، عليهم معلقتين كبار نشا، وكمان هحط حوالي نص كوباية مية واقلب. انا دوبته كله عشان ميبقاش فيه اي تكتلات. اول بس ما ياخد غلوة هبتدي افضي عليه الكوسة واللحمة المفرومة. عندي غلية هفضي عليها كده الكوسة واسيبها تاخد غلوة واحدة بس، اهدي عليها بس النار. وفي الاثناء ديت هنعمل لها طشة كده بالثومة. انا مش عايزة الثوم ياخد عندي لون، انا عايزة بس ريحته تطلع في حتة سمنة كده بسيطة. هنزل عليه كمان بشوية كزبرة خضراء عشان تعمل معايا كده شمخة. ده شكل الطشة، انا عايزاها بس الريحة زي ما قلت لكم، مش عايزة تاخد لون خالص. هسقطها بقى على الكوسة. بسم الله. عايزة اقول لكم بجد بجد الريحة خيال، تحفة كده. تبقى جهزت معايا للغرف وللاكل. كده تبقى جهزت معايا. هم هناك بيزينوها بصنوبر بس طبعا مش متاح بالنسبه لي، فكان عندي شويه كاجو ولوز كده من رمضان. عايزه اقول لكم بجد بجد طعمها حلو قوي، والكوسه اللي ما بيحبهاش هيحبها بالطريقه دي. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.